السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد الأمين من قناة الأمين. وقبل ما نبداو كما العادة، علاش ما نصلوش على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا. ما راحش ندي لكم دقيقة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشياء ندمت عليها في البكالوريا 2017 وما طبقتهاش. دخل قبل ما يفوتك الوقت. هذا هو العنوان اللي غادي نديره في الفيديو ان شاء الله. المهم نتا ونتي اللي راكم بغيتو تفوتوا الباك 2018، اسمع هاد النصائح وهاد النقاط من عند شخص مجرب اخوتي. تبع هاد النقاط فاتني انا، نتا خصها ما تفوتش عليك نتا يا خويا، واسمعها مليح مليح. المجرب خير من الطبيب. اوكي، تبع معايا واسمع معايا غايه، باسكو هاد النقاط هما اللي يحدوا لك مصيرك، وهما الا طبقتهم تدي النقطه اللي راك باغيها نتايا. ماشي 10 11 كيما حالتي انايا اللي ما طبقتش هاد النقاط واني نادم على اللي ما طبقتهمش. مالا اسمعني وحط راسك معايا وجيب ورقه وستيلو وكتبهم وعلقهم في الشومبره نتاعك باللي غادي تطبقهم. الا راك باغي تدي الباك تاعك افيك مونسيون وتفرح العائله نتاعك وتفرح نفسك وتخير التخصص اللي تبغيه نتايا، ماشي اللي فرضه عليك المعدل نتاعك. يبقى نتبع معايا. اول حاجه ندمت عليها هي المراجعه من بدايه السنه. المراجعه من بدايه السنه. المراجعه من بدايه السنه. الف خط تحت هذه الجمله. المراجعه من بدايه السنه خوتي. المراجعه من بدايه السنه مهمه 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 جدا. علاش المراجعه من بدايه السنه مهمه جدا؟ دوم نقول لكم علاش. حنايا شعبه العلوم التجريبيه وتقني رياضي والرياضيات راني نحكي علينا حنايا. اما الشعب الادبيه وتسير اقتصاد على بالي نفس الامر ينطبق عليهم. مهم انا نحكي لكم عن تجربه تاعي انا. بالنسبه لنا حنا علوم تجريبيه عندنا اغلبيه تاع الدروس في الفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعه والحياه نقراوهم في بريمي تريماس. شفتوا علاش؟ بريمي تريماس كي تكون مكمل منه تكون كملت، كي تكمل منه وتدي كونجي يكون عندك واحد المجموعه تاع دروس اللي عندهم نصيب الاسد في البكالوريا، ودائما اللي يتعاودوا كيما الدوال العدديه وهندسه الفضاء في الرياضيات والفيزياء كيما الاكسده وارجاع والنووي. وكاين حتى اللي دخلوا الكهرباء في بريمي تريماستر 3 وحدات في الفيزياء. والعلوم الطبيعه والحياه تركيب بروتين والمناعه. شفتوا علاش؟ مناعة تتعاود كل خطرة في البكالوريا خوتي، حتى تركيب بروتين. السوجيات يا اما تجيك هنا تركيب بروتين، لا السوجي الاول تجيك تركيب بروتين والسوجي الثاني يجيك الانزيمات. حتى الانزيمات في الطبيعة في العلوم الطبيعة والحياة انا نسيتها سكرتها خوتي. لازم عليكم مراجعة من بداية السنة. حتى الا ما راجعتش بديك الوتيرة العطلة راجعها، ماشي تكتبها في ورقه وتعلقها صاي، لا، عزم على روحك باللي الا راك باغي تسدي الباك تاعك افيك مونسيون ودير ميدسين ودير مش عارف مدرسه عليا ولا دير مش عارف نتا حاجه راك باغيها نتايا، سهر نوض بكري تعب دبر راسك خويا. مهم 9 شهور في الساعه تفوت خويا، في الساعه تفوت. حنا تاني كنا ندخلو كنا نضحكو 9 شهور طويله، بصح في السافات صدقني والله غير تفوت شغل ما كان والو. اذا المراجعه من بدايه السنه مهمه خوتي، سيرتو الا راكم تسدوا معدلات نتوما باغيينها، ماشي معدلات 10 11 كما انا اللي ما طبقتش هاد النقطه وراني نادم عليها ندم شديد. بالرغم من انني ديت البكالوريا ودرت تخصص في الجامعه لا باس به يعجبني ومقتنع به، الا انني ندمت ندم شديد ان هذه النقطه غابت عليا، وحتى الاخر دقيقه تفكرتها، حتى اخر يوم تذكرتها، حتى اخر مرحله طبقتها. اني نادم عليها اخوتي، مانيش باغيكم نتوما تطيحوا فيها. سمعوني اخوتي، مجرب خير من الطبيب. اذا المراجعه من بدايه السنه. ثاني حاجة هي تنظيم الوقت من بداية السنة. التنظيم شيء مهم. التنظيم والتخطيط يوفر لك وقت. إذا راك باغي ترتاح أثناء المراجعة
فعليك بالتخطيط خويا. قبل ما تنوض كي تنوض تصلي الفجر نتاعك والصبح نتاعك صباح ربي، وتقهوى، جيب ورقه وستيلو كاع وانت راك تقهوى، واكتب البرنامج نتاعك للنهار تاع اليوم واش غادي دير فيه بالساعات والدقائق، هكا باش تنظم الوقت تاعك ودير اوقات راحه وما تنساهاش. شيء مهم دير اوقات راحه بين اوقات المراجعه نتاعك. بالنسبه للاشخاص اللي قالوا لي بعث لنا توقيتات وانا مش عارف انا برامج توقيت تاع تنظيم الوقت، هذا افضل مثال لتنظيم الوقت خويا. تنوض بكري تكتب كاع واش غادي ديره اليوم هكاك باش تايا تكون منظم اكثر، خير من الشيء اللي فرض عليك جدول تنظيم الوقت. المهم النقطة الثالثة المراجعة في المنزل. المراجعة في المنزل، راك داخل زوج دروس خصوصية تاع مات، زوج ليكول تاع فيزيك، زوج مش عارف واش، ما تديش الباك لو كان ما تراجعش في الظهر نتاعكم وما تعاودش كاع واش درتو وتزيد حوايج ما فهمتوش تفهمهم في المنزل تاعك. المراجعة في المنزل شيء مهم، سواء لوحدك سواء مع المجموعة نتاعك اللي درتها في اول سنة مع اصحابك وتفهمتوا عليها باش تقراو كل خطرة في منزل واحد ولا في مكتبة ولا طبر راسك. المراجعة في المنزل، عاودوا كاع واش درتو، عاودوا داك اللي ريفيزيتوه مع الاستاذ تاع ليكول ولا نتاع القسم تاعك عاوده وحدك في المنزل. المراجعة في المنزل شيء مهم خوتي. رابعا عدم التحضير الجيد اثناء الفروض والاختبارات. معنى اخر التحضير الجيد اثناء الفروض والاختبارات اخوتي. عندك فرض على سيمانة ريفيزي له مليح كأنك راح تدخل للبكالوريا يا خوتي، ريفيزو له مليح الباك باسكو هاد الريفيزيون راح تنفعك في اخر السنه. انك تحضر من اجل اختبار وفرض تبقى لك في المخ نتاعك وترسخ لك احسن من انك تراجع هكاك بدون اختبارات وفروض، لانك راح تكتشف نقاط الضعف نتاعك. خامس نقطه هي حل البكالوريات السابقه خصوصا المواد الاساسيه واللغات الاجنبيه. من 2008 حتى 2017 بدورتيه و2016 بدورتيه راح تكتسبوا منهجية الإجابة. سادسا متابعة الدرس مع الأستاذ في القسم وطرح الأسئلة عليه، وهذا شيء مهم خطير. المهم لما نطولوا الفيديو نتاعنا بنقول لكم إذا عجبكم الفيديو ديروا جام وسبسكرايب أو اشتراك أو صبوني وبارطاجيوه مع أصحابكم اللي راح يفوتوا الباك 2018 باش ما تغيبش عليهم هاد النقاط ويطبقوها أحسن تطبيق. مبقى لي غير نقول لكم سلام.